السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من كورس الفراسة وتحليل الشخصيات. أنا إيهاب الغرباوي، أخصائي التحليل النفسي من خلال علم الفراسة ولغة الجسد. ولو أنت أول مرة بتشوفني فإحنا بنقدم هنا في الفيديو ده دلوقتي تكملة كورس الفراسة وتحليل الشخصيات. ولو أنت أول مرة تسمع عن الفراسة وتحليل الشخصيات فأنا هسيب لك فيديو هيظهر لك هنا دلوقتي تقدر تتعلم منه أو تفهم منه إيه هو العلم ده وليه مهم جدا انك تتعلمه. اتكلمنا في الجزء اللي فات واللي غالبا برضه هيظهر لك الفيديوز بتاعتها مقترحه دلوقتي هنا، وشرحنا قبل كده كيفيه تحليل الشخصيه من خلال الجبهه، واتكلمنا في حوالي 12 او في 13 نوع من انواع او اشكال الجبهه. ولكن ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح الحاجب، شخصيتك من شكل الحاجب. فيلا بينا نبدا الفيديو دلوقتي علشان ما اطولش عليك، وكمان اقول لك على اهم الاسرار من شكل الحاجب. النوع الاول من شكل الحاجب هو الحاجب المنخفض او قريب من العين، بالظبط كده زي الصوره دي. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو شخص صاحب ود اجتماعي الى اعلى درجه. الشخص اللي زي كده عنده علاقات اجتماعيه حدث ولا حرج، شخص متفاعل جدا مع المجتمع ومع الاخرين. الشخص اللي زي كده بالمناسبه لو في اي مناسبه عند اي شخص او اي حد من معارفه لازم يكون اول واحد مقدام ويروح يعمل الواجب عند الشخص ده. فده مين؟ ده الشخص صاحب الحاجب القريب من العين. كمان شخص سهل في التعامل بشكل كبير جدا وسلس، لا يستأمن رفع الألقاب. يعني حضرتك مثلا ممكن تكون بتقابله لأول مرة وهو طبيب أو مهندس أو معلم أيا كان البوزيشن بتاعه أو التجنيم بتاعه إيه، فمش مهم جدا إنك تقول له يا أستاذ فلان، بالعكس أنت ممكن تقول له يا فلان بشكل عادي جدا. وكمان ممكن تتفاجئ إن هو شخصيا بيناديك باسمك وأنت أول مرة بتشوفه، مفيش اي القاب ما بينكم. وده ليه؟ لانه شخص بيستاء جدا من الالقاب وبيستاء جدا من الرسميات بشكل كبير. عشان كده الشخص زي كده تلاقيه بيتعامل دايما بسهوله وودي بشكل كبير جدا. وكمان لان الشخص ده ما بياخدش وقت كتير في تكوين العلاقات الاجتماعيه، فبالتالي الشخص ده برضه ممكن يكون بيخسر علاقات اجتماعيه كتيره جدا. وده ليه؟ لان هو بيعمل العلاقات دي او بيكونها في وقت قصير جدا، فما بيلحقش يكون عنده المعلومات الكافيه عن الشخص اللي قدامه او عن طبيعه العلاقه. فبالتالي من الممكن بشكل كبير ان العلاقه فعلا تنتهي بشكل سريع. النمط الثاني او الشكل الثاني من اشكال الحاجب وهو الحاجب المرتفع البعيد عن العين. خد بالك احنا قلنا الحاجب المنخفض القريب من العين ان هو شخص ودي واجتماعي، اما الحاجب المرتفع البعيد عن العين هنعكس هنا بقى الصفه على طول وهنقول ان هو شخص يعني يتعامل برسميات شديده. الشخص اللي زي كده يستاء جدا من رفع الالقاب. كمان الشخص اللي زي كده انتقائي بشكل كبير لعلاقاته الاجتماعيه. كمان ايه؟ الشخص اللي زي كده علاقاته الاجتماعيه مطوله او واخده مدى طويل وهو بيتمسك بيها. طيب ده ليه؟ لانه اخذ وقته في تكوين العلاقه دي او في دراسه النمط الشخص اللي قدامه علشان يقدر يحافظ على الشخص او العلاقات الاجتماعيه دي. فكمان الشخص اللي زي كده شخص قليل الكلام جدا. وعلى فكره بالمناسبه انت ممكن تاخد بالك ان شخص زي كده ممكن يكون يعني متكبر الى حد ما او اي صفه من صفات يعني الثقه بالنفس اللي حضرتك بتحكم عليه بيها. ولكن عايز اقول لك هو عكس ذلك تماما، لان الشخص اللي زي كده بالمناسبه مع اصدقائه ومعارفه المقربين ليه بيكون شخص ودود بشكل كبير جدا ومتواضع بشكل كبير جدا. الملمح الثالث والشكل الثالث من اشكال الحاجب، وخد بالك وركز بقى كويس هنا جدا عشان انا شخصيا الحاجب بتاعي نفس النوع ده كده، وهو الحاجب الشبه دائري او الحاجب الدائري. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو شخصيه منظمه جدا لحد كبير. الشخص اللي زي كده عنده تسلسل في افكاره، شخص بيهتم بتنظيم وبترتيب الاشياء من حوله. يعني على سبيل المثال الشخص اللي زي كده لو قاعد على تيبل زي دي فيحب يكون الفنجان كده، النضاره، مفتاح العربيه، وبيحب يكون الاشياء منظمه من حوله، وتلاقيه دايما بيسعى الى ترتيب ويعني ابراز الشكل الجمالي للاشياء. كمان الشخص زي كده ينفع يشتغل ريكروتمنت في اتش ار. وده ليه؟ لانه عنده القدره العاليه على توظيف المهارات للاشخاص. يعني حضرتك عندك سكيل او مهاره معينه، الشخص زي كده يقدر يوظفها لك ويقول لك ممكن تستغلها في انهي اتجاه ويديك نتيجه افضل. الشخص زي كده عنده قدره عاليه جدا على اكتشاف المهارات وكمان توظيفها بشكل ايجابي. طيب الملمح اللي بعد كده ايه؟ وهو صاحب الحاجب المستقيم. يعني الحاجب المستقيم يعني الطرف الخارجي للحاجب ده واخد شكل مستقيم. طيب الشخص اللي زي كده اهم صفاته واهم ايجابياته واهم سلبياته انه شخص منفتح جدا على العالم الخارجي، شخص بيتفاعل مع الحياه والبيئه، شخص عاشق للبيئه بشكل كبير جدا، شخص بيستمد طاقته الايجابيه من الاماكن والاشياء التي لها علاقه بالبيئه.
زي البحر، زي الجبال، زي الصحراء، زي اي مكان فيه طبيعه خلابه هو يقدر يستمد منه طاقته الايجابيه. كمان الشخص زي كده شخص ايجابي الى حد كبير جدا، لانه دائما يرى الاشياء بالمنظور الايجابي وليس المنظور السلبي، ويرى ان الحياه سخرت ليه. ليه؟ لانه شخص بيتعامل في الحياه بكل اريحيه وبيعشق الحياه. كمان الشخص زي كده بالمناسبه شخص يعني بيميل الى هدوء وراحه البال، ويكره كل ما يقربه من التوتر والانفعالات. النوع والشكل اللي بعد كده وهو الحاجب المقلوب او الحاجب المقلوب لاعلى. طيب النوع ده معناه ايه؟ النوع ده معناه ان الشخص اللي زي كده عنده قدره دراميه عاليه جدا. يعني ايه قدره دراميه عاليه جدا؟ يعني الشخص زي كده يعرف يوصل مشاعره بطريقه دراميه عاليه جدا كانه ممثل. فالشخص زي كده ينفع ان هو يكون بيشتغل ممثل، ينفع يكون بيشتغل مدرس، ينفع يكون بيشتغل فنان في اي شيء له علاقه بتوظيف المشاعر والطريقه الدراميه. الشخص اللي زي كده عنده قدره وكفاءه عاليه جدا في استخدام لغه الجسد بتاعته، وفي استخدام كلمات ونبرات الصوت في توظيف الافكار وشرح الافكار الخاصه بيه. كمان حاجه مهمه جدا ان الشخص اللي زي كده صاحب كاريزما عاليه جدا. الملمح اللي بعد كده وهو الحاجب الذي به زاويه حاده. يعني ايه الحاجب اللي فيه زاويه حاده؟ يعني بالظبط كده زي الشكل ده. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه انه شخص استنتاجي لاعلى درجه، شخص عنده قدره استنتاجيه وتحليليه عاليه جدا. الشخص اللي زي كده بالمناسبه عنده قدره توقعيه رهيبه. يعني الشخص اللي زي كده لو عنده مشكله في الشغل هو كمان يقدر يقول لك ابعاد المشكله دي ايه، وتقدر توصل بيها لحد فين، وتعمل ايه علشان تتلاشى العواقب او المشاكل اللي هتعود عليك من المشكله دي. كمان الشخص زي كده صاحب رؤيه مستقله، هو مقتنع بافكاره ومقتنع بمشاعره بشكل كبير جدا. الشكل او الملمح اللي بعد كده من اشكال الحاجب وهو وجود خطين ما بين الحاجب. يعني ايه؟ يعني في خطين هنا كده بالظبط زي الشكل ده كده. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه انه شخص دقيق جدا، بيركز كويس قوي في الاشياء اللي بيعملها. كمان الشخص زي كده بيهتم بجمع التفاصيل الكتير ويهتم بجمع المعلومات الكتير. فغالبا الشخص اللي زي كده ممكن بالليل تلاقيه ما بينامش لو بيفكر في موضوع معين، لانه عايز يجمع كل البيانات عن الموضوع ده قبل ما ينام. الشخص زي كده كمان بيعمل من نظريه اهم من الشغل ضبط الشغل، وده لانه بيهتم بادق التفاصيل لنجاح شغله او لنجاح عمله. وكده نكون خلصنا الملمح الثاني من ملامح علم الفراسه تحليل الشخصيات. اتكلمنا في الملمح الاول عن شكل الجبهه وكان فيها 12 او 13 نوع، اتكلمنا عنهم بالتفصيل. وكمان دلوقتي انتهينا من اشكال الحاجب واتكلمنا في تفاصيل خاصه بكل نوع، وكمان اديت حضرتك مثال كصوره او كنموذج علشان تقدر تحدد الملمح بشكل كويس. لو مهتم انك تتابع الفيديوهات الجايه من كورس الفراسه وتحليل الشخصيات، مهم انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا هاب الغرباوي، اخصائي تحليل نفسي من خلال علم الفراسه ولغه الجسد. شكرا، السلام عليكم.